مرحبا بكم. نكمل اليوم في حلقات تحت عنوان مفاتيح وحي الكلمة التي نحاول فيها اكتشاف منطوق الكلمة في اللغة المصرية القديمة. احنا عايزين نقول ان احنا عايزين نطلع الكلمة من داخل الرسمة. عايزين نستنطق الرسمة، نستبين الرسمة، نشوفها بتقول ايه ونكتب الرسمة تقوم تطلع لنا الكلمة. هو ده المنهج بتاعنا، نكتب الرسمة تقوم تطلع الكلمة وتطلع المنطوق وتعبر عنه. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في ان مجموعة الحروف اللي احنا بنتكلم فيها هم 4 رسومات رئيسية بتحتمل كل الحروف. في رسمتين منهم مقيدين قوي، زي حرف اللي بيعمل شكل سنان المنشار، وده بينطق 3 حروف، النون واللام والراء، مقيد بال3 حروف لان المخرج بتاعه من الفم مربوط بال3 حروف لا يملك غيره. ومخرج تاني اللي هو شكل حرف نص رغيف التي، يعني ده بيحتمل حروف كتيرة هنظهره برضو، لأن الحرف ده طرف اللسان بيتكلم في الث والصه والضاد كده. كل حروف الدال الطاء، كل الحروف اللي جايه بالشكل ده بتطلع معاه. حرف شكل الفم أو البق ده بيحتمل مجموعة حروف كبيرة برضو، لأنه حرف حلقي ك خ ع د. كل ده من الحروف الحلقية وبرضو اتفقنا عليها. وفي الحرف الأخير مقيد اللي هو شكل حرف الباء، بيلتزم 4 حروف بس: ب و م ف، كلها حروف شفهية بتطلع من طرف اللسان. هي دي شكل الحروف. باختصار شديد، هو الراجل القديم أو المصري القديم شاف إن اسم الإله الأزير بترتيبه كده، لما قال إله الأزير أبانا أو الرب الإله، لما حطها بالشكل ده لقى إن كلمات الإله، حروف الإله اللي محطوطة دي بتشكل معظم حياتنا اللي هم عايشينها. بتنطق معظم الآلهة، بتنطق معظم البلدان، بتنطق تقريبا معظم الحاجات اللي هم عايشين فيها تحت هذا النمط وهذا الترتيب. لكن مثلا ما اجيش اقول ان اسم الأزير بالترتيب ده ينطق فرعون، ما ينفعش. ينطق امون، يعني مش هتيجي. لكن ينطق حاجات هو اختارها من داخل اسمه ينطقها، زي اسم زوجته، اسم ابنه، هنشوف يعني من داخل اسمه ممكن ينفع كده. هذه المرونة اللفظية اللي موجودة في الأبجدية المصرية القديمة، هذه المرونة هي تقريبا برضو لسه موجودة في حياتنا العادية. يعني احنا نقدر نقول مثلا حرف الث يبقى ت، نقول تعبان وثعبان وثوم وتوم، هذا حرف تبادلي. حتى احنا في لهجاتنا العامية اللي هم برضو يكونوا شغالين بها نقول ايه ذلك ولا ذلك. فالذال والزين يعني حروف ماشيه برضو، ظل وظل، يعني مش الضاد مش جايه قوي. في بعض اللهجات تقول لك الارض ويقولوا الارض بالضاد، يعني بعض اللهجات تتكلم كده. في بعض اللغات اللي كانت متعايشه مع مصر في الوقت دوت، او يعني حتى في لغتنا العاديه الفلاحين او في الارياف، يقولوا على الشمس سمس، يعني الشين والسين برضو رايحه في نفس الاتجاه، شكل التبادل. فلما نقول ان الحروف اللي بتحتمل التبادل، يعني وارد انها تحتمل التبادل. حتى في اللغات العادية يعني نقول انجليزي وانجليزي وانكليزي برضو احيانا مكتوب كده على المعاجم. نقول مثلا برضو ضربنا بها المثل قبل كده، نقول نادي يوفنتوس او جيفونتوس، الجيم والجين كده يعني متبادلتين لحد بعيد. وديت حروف بتقبل التبادل لانها من مخرج واحد تقريبا ومفيش فيها مشكله. حتى الهمزه ممكن نخففها تبقى ايه او مد، برضو كتيره من اللهجات او اللغات. عموما مش هنقف عند النقطه دي كتير، لكن التطبيقات اللي احنا بنبدا نطبق بيها على هذه الفرضيه، احنا قلنا هنطبقها 100 200 300 400 500. هنطبقها لما نخلص الجاردنر واحنا بنطبقها، مش هنسيب لفظه ما بنطبقهاش ونشوفها هي بتحتمل كل الكلمات كل النطق ولا لا. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض ان احنا بنتكلم على اسم الاله الازير. واسم الاله الازير ده هو حاجه جميله قوي وحلوه خالص، بيطلع لنا يعني متعه، هيمتعنا، هننبسط بشكل اسم الاله الازير لانه جايب تقريبا حاجات كتيره خالص ومخصصات كتيره. اي مخصص، اي علامه احنا هنطلعها خلاص هنبدا نسجلها، لان من النهارده هنسجل علامات. يعني مثلا احنا سجلنا المره اللي فاتت ابو الهول وعرفنا منطقه، سمينا طائر يعني قلنا طائر السمان بيقول ايه وبينطق ايه، وعرفناه برضه هنسجله. يعني في كتاب الدكتور عبد زي ما احنا شايفين في بلد اسمها ابو صير، ابو صير، ورسم جنبها الاله الازير. عايزين نتننا فاكرين حكايه ابو صير ديت والاله الازير. ابو صير والاله الازير موجود جنبها اهوت. في بلد تانية بشكل جميل قوي قوي قوي
عجباني البلد ديّة وهنرجع لها مع بعض تاني إن شاء الله، بس هنجيبها دلوقتي ونقول ونشتغلها مع بعض. هي جميلة البلد دي. البلد دي اسمها صفت الحنة وراسم جنبها الإله العزير. البلد اسمها صفت الحنة وراسم جنبها الإله العزير من هنا، والعلامة اس دي اللي هنشتغل عليها، العصاية العوجاء دي هنشتغل عليها دلوقتي، العصاية دي، والإله العزير موجود وكتب صفت الحنة. البلد صفت الحنة. هنرجع نشوف، احنا عرفنا الإله العزير في الأول. البلد اللي اسمها أبو صير، تقريبا معظم البلاد بتاعتنا اللي موجودة اسمها يعني أبو صير ديت، بلاد كتيرة خالص خالص. وفي أبو صير بنا مثلا في الغربية، وفي أبو صير ديت كتير، يمكن 10 15 بلد تحمل هذا الاسم يعني. هنيجي نبدأ نكتب الإله العزير. احنا الأزير عامل كده. هنكتب دلوقتي كلمة أزير بس لوحدها. ادي اي وادي الواو. احنا بنعمل ده مفروض مربع اللي انا كتبته الاخير، بس انا بعمله بالشكل المستطيل ده عشان يستبين من الحروف وبعضها، ونتفق ان حرف المد ده دايما موجود بعد كل الحروف. وادي ديت الحرف اللي هو مفروض شكل النص رغيف، لو ده بينطق ت وزاي ومش الشكل ده يعني. وزير، وادي المد، وادي الحرف اسنان المنشار اللي هو بينطق نون ولام وراه. ده شكل كلمة أبو زير. الأزير، أوزير، اللي هو مفروض أبو صير. أبو صير. أدي الآ وأدي الب وأدي الصاد وأدي اليه وأدي الراء. البلد أبو صير. فلما يحط الإله الأزير ويحط جنبها اسم البلد تنطق أبو صير. يعني هي الأبجدية اللي احنا افترضناها مع بعض، اللي بنحاول نستقرئ بيها اللغة الفرعونية، اللغة المصرية القديمة، نمط الكتابة المصري القديم، فبيحط الإله الأزير ويكتب الاسم كده. هنقول بسرعة على عجالة مع بعض. أنا بحاول أستعجل المعلومات عشان الوقت ما يبقاش كتير عليكم. الاسم، الشكل الحرف اللي هو الحرف ده، الرسمة الحرف دي، الحرف ده الحقيقة لما أنا استقرأنا يعني حبينا نشوف معظم الجاردنر من أول ما بدأ لغاية ما خلص، طلع تقريبا الحرف ده شكل العصاية العوجاية بينطق اسم الإله الأزير، أو هو واخده المخصص الإله الأزير كله. يعني هو تقريبا مالي الإله الأزير المخصص دوت. وهنجيبه مع بعض وهنشوفه بيقول إيه. لكن هو المخصص ده عامل شكل العصاية، فهو إله الأزير بيبقى اسمه كالتالي مع المخصص دوت. ديت إيه شكل العصا يعني كده، أو ده اسم لو حبينا نخليها في الأول اسم. ولو جينا نكتب الأزير، أدي الحرف الإي وأدي الواو اللي هو الحرف ده التبادلي اللي بينطق واو وباء وماء فاء كله مكان واحد. فهنقول بقى نكتبه بالراحة كده. أدي الألف وأدي الأو وأدي الواو وده حرف المد، وادي الزاي اللي هي شكل النص الرغيف اللي هنقول عليها التاء والزاي والسا وكده، وزير. ولو قلنا ديت الاي وديت حرف دي الاي ودي الراء، ممكن نقول عليها ايه؟ الرب، الاله. ده الشكل الكامل للشكل العصايه ديت. وممكن لو حبينا نترجمها، حد ماسك عصايه وماشي بيها زي ما هنشوفها دلوقتي في الاسماء والخراطيش وبتاع، نطلعها نقراها مع بعض، هتلاقيها شكل عصايه ماسكها يعني كده واحد أو بتاع أو ما شابه يعني. لكن ده الشكل العام للحرف دوت، وهنستنطقه وهنشوفه مع بعض، وهنقول بعد كده إن احنا جبناه منين وهو اكتشافه جه ازاي الحرف ده. الحرف دوت بينطق الإله الأزير. الحرف ده، الرسمة ديت اللي هي شكل الحرف ديت، هي بتنطق الأو زير، الأزير. هو حطها في صفة الحنة عموما، يعني هو حطها في صفة الحنة. آه، يعني صفة الحنة نطقة بحالها هنا. يعني لما حط العلامة ديت واسم الأزير وقال البلد دي اسمها صفة الحنة، يلا نقرأ مع بعض. ادي الصاد وادي الف، هو الحرف ده ف. ما هو ده تبادلي معاه 4 حروف: ف واو ميم باء. صف، صفت دي
تقدر صفيت كده أو صفت على طول. أدي الت، وده حرف الحاء، وادي النون، وده اله. فنطقت صفت الحنة، صفت الحنة. فلما حط العلامة دي، لما حط العلامة دي في أول اسم البلد وكتب صفت الحنة، هي كده يعني جاية صفت الحنة بشكل واضح وصريح. وبرضه الإله المخصص الأزير موجود في نهاية الكلمة. فالعلامة ديت بتنطق بالترتيب كالتالي. هنكتبها مرة تانية عشان هي جاية معانا كتير وعلامة مهمة جدا مش عايزين ننساها. العلامة ديت بتنطق كالتالي، بتقول اسم سين، حرف الميم اللي أنا بكتبه دوت، اسم مين بقى؟ الأو زير. هذا الراء، اسم الأزير اللي هو الرب، ده الب، الإله. الرب الإله، اسم الأزير الرب الإله. ده شكل العلامة دي، شكل العلامة دي. العلامة ديت موجودة معانا، موجودة معانا فين؟ نشوفها مع بعض. موجودة معانا هنا مثلا في الجاردنر لما جه بيتكلم على بعض حاجات هتلاقيها يعني في تحت إطار حرف اللي قديما عامل زي الأربع 3 دوائر فوق بعض كده، يسموه حرف الحاء تقريبا أو اله تقريبا، اللي هو الحرف ده اللي أنا بشاور عليه ده، للماوس عليه. الحرف ده ديت دي الصفحة ديت من الحرف ده يعني. تحت موسوعة الجردر من هذا الحرف اللي الماوس عليه حاليا، الحرف ده. العلامة ديت محطوطة في شكل المحراب دوت أو شكل الحرم دوت، محطوطة بالشكل دوت، ومحطوطة مع المخصص دوت بالشكل. والمخصص الأخير اللي جواه حرف الت ده هنعرفه بعدين اسمه إيه، غالبا هو بيشير للأزير. العلامة ديت هي راحة في هذا الشكل المقدس وهذا الشكل القدوسي يعني. عموما خراطيش الدولة، خراطيش كل الأسرة الثانية تقريبا والثالثة والرابعة والخامسة لغاية وناس تقريبا العلامة دي موجودة في كل أسمائهم. وحتى استخدموها بعد كده في الدولة الحديثة كمان. يعني الاسم ده هتلاقيه كتير عند بطليموس مثلا، الاسم ده كتير عند بطليموس اللي هو هنكتبه تاني عشان ما ننساهوش، هنقوله مع بعض كده. اسم الأزير أدي الراء، الرب، الإله، إي أو آها إله اللي هي في الآخر. هو كان عند بطليموس. ادي حرف الب، وادي الت، وادي اليه، وادي اللام، وادي الميم. بطليمو، بيتليمو، بيتليمو. وهو السين العالمية في الآخر. ادي حرف الباء، وادي الت، وادي اللام، وادي الميم. بيتليمو، بطليموس. وزي ما هو راح نطق أبو صير، زي ما نطق هنا أبو، أدي كلمة أبو، ونطق صير. وزي ما نطق سين وف وت صفت، حنة ح نون حنة، صفت الحنة. زي ما نطق الاسم كامل في البلاد، زي ما نطق اسم بطليموس استعمله، زي ما نطق أبو صير استعمله. كل ديت من استعمالها. النهاردة بتاريخ النهاردة، النهاردة السبت 2/5 مش كده ولا 3/5 النهاردة؟ 2/5 السبت. يوم مهم جدا. 2/5 صح؟ تمام. يوم مهم جدا لان احنا هنكتب اسم الأزير ده ويطلع اسمه حاجة جميلة خالص جنبه يعني. غالبا في اسماء البلاد وخصوصا في الاسماء اللي هتيجي بعد كده مخصصات، اللي هم قالوا المخصصات ديت بتروح لاسم مصر يعني. عموما هي الموضوع جاي كالتالي. هنكتب اسمه بشكل سريع عشان ما ننساش. ادي كلمة اسم، ادي السين، وادي الميم، واسم الأوزير، ادي الزين، وادي الراء، وقلنا الرب
الإله، هم بيكتبوا كده الأُزير أبانا، الأُزير الرب الإله، زي ما تنطقها زي ما تجمّعها يعني، مش دي القضية. أجمل حاجة النهارده اللي إحنا هنعرفها النهارده، إن هو كان أحيانًا كتيرة ييجي حامل المخصص ده كده بعد الاسم بتاعه، ويقول لك ديّة المخصص ده بلد أو مدينة أو ما شابه، وهو فعلًا المخصص ده لو حبينا نقراه هنلاقي إن هو بيقول إن ديّة ميم، ما، دي، أدي الياء وأدي النون وأدي اله، مدينة زي ما هو راسمها كده، مدينة. وكان أحيانًا يحط الرسمة دي ويحط المخصص ويقول لك ميدان حرب ويحط علامات استفهام، إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ هنيجي لها مع بعض، إحنا ماشيين هنيجي لها. ويقول لك ميدان حرب، كلمة زعلان أوي من كلمة ميدان حرب ديّة، مع إن هي كلمة ناطقة لوحدها ميدان حرب. أدي ميدان م، ي، د، أ، ن، ميدان، ميدان، حرب، أدي الحا وأدي الرا وأدي الب، حرب، ميدان حرب، ومدينة وميدان نفس الشكل تقريبًا. فهي الكلمة ناطقة المعاني ديّة، لكن الأجمل حاجة في اسم الأُزير هو لوحده اسمه كده. الاسم مجرد يعني كلمة أُزير لوحدها، كلمة أُزير لوحدها بتنطق معانا إيه؟ لمّا يحط العلامة البلد مصر، تنطق مصر. ده أجمل حاجة في اسم الإله الأُزير، إن هو بينطق كلمة مصر. غريبة يعني جميلة، مش غريبة بس جميلة، حاجة تفرّح، حاجة حلوة أوي. طيب لو جينا كتبناها بشكل كامل وعملنا كده وقُلنا أدي اسم، أدي أُزير، وأدي الرب، الإله، وقُلنا مين اللي كان عايش تقريبًا في الفترة ديّة، فترة رمسيس التاني. كانوا الجماعة العبرانيين عايشين في مصر في الوقت دوّة، وتقريبًا كان يعني فرعون موسى كان في الدولة الحديثة، إذا كان مع رمسيس التاني أو مع مرنبتاح. يعني هل كان يعني فرعون الأب كان هو اللي ربّى، فرعون الخروج كان مرنبتاح؟ هنقول يعني كان هم 2 فرعون، فرعون الأب اللي ربّى وفرعون الخروج، يعني هكذا جاء في التوراة يعني، أو مش في التوراة نفسها، يعني جات في يعني الكتب التانية اللي بعد التوراة، التوراة 4 وجه بعدها تكملة للتوراة. آآ فإذا هم قالوا إيه في الوقت ده، ذكروا مصر بالاسم يعني، هم سمّوا مصر في الوقت اللي هم كانوا عايشين فيها يعني، قالوا عليها اسمها إيه؟ اسمها مصريم، مصريم كتبوها كده، والقرآن قال عليها مصر، وإحنا من تاريخها بنقول عليها مصر. تعالوا نشوفها مع بعض. العبرانيين قالوا عليها إيه؟ العبرانيين قالوا عليها أدي حرف الميم، أدي الصاد، مصر أهيّة، مصريم، أدي الياء ودي الميم، مصريم بلغة العبرانيين، وبلغتنا إحنا تبقى إيه؟ مصر. حاجة جميلة، حاجة جميلة، اسم جميل وطلّعناه بشكل حلو وقريناه بشكل في منتهى الجمال.